السلام عليكم. ما تيجوا نعمل النهاردة المهلبية القمر اللي انتوا شايفينها دي؟ بجد طعمها حلو جدا وفعلا تستاهل التجربة. في الأول معايا كيلو من اللبن، غليته وسبته يبرد تماما قبل ما هشتغل فيه. ومعايا 6 معالق كبار من السكر، و4 معالق كبار نشا، معلقتين من الكريم شانتيه، ومعلقة من اللبن البودر. واخر حاجة معايا 2 باكت من الفانيليا. ما كانش عندي الا باكت واحد، ما وقفتش نفسي على حاجة ومشيت الدنيا وحطيته وما فيش اي مشكلة. هنعمل المهلبية النهاردة على البارد، وبصراحة انا اعتمدت الطريقة دي وما بغيرهاش. نزلت بكل المكونات وسبت الفانيليا، وده اخر حاجة هنحطها. هنقلب بشكل كويس لحد ما السكر يدوب معايا تماما. بعد كده هرفعها على النار واقلبها باستمرار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس بصراحة قبل ما برفعها على النار بدوق السكر بتاعها لو كان مظبوط ولا لا. يعني ممكن الكيلو يحتاج معايا 6 معالق او 7 معالق، وبتبقى طالعة مظبوطة جدا. يعني اوقات بتظبط معايا على 6 معالق واوقات على 7. مش عارفة بقى السبب من اللبن نفسه اللي بستعمله، ولا السكر بيبقى مش بيحل قوي. في الوقت ده القوام كان تقل زي ما انت شايفين كده، وكان خلاص ثواني وهطفى عليها. نزلت بالفانيليا وقلبتها كده تقليبة واسيبها دقيقة واحدة، وبعد كده هطفى عليها. شايفين بقى البقبقة دي؟ بجد قوامها حلو جدا وطعمها غني، وبصراحة تحفة. لازم تجربوها بالطريقة دي. وبجد إضافة الكريم شانتيه بتفرق جدا معاها، بتخلي قوامها كريمي وناعم، وبجد بيبقى طعمها خطير. كده كانت جهزت معايا، ويلا نصبها في الأطباق. شايفين بقى القوام مظبوط ازاي؟ بجد قوامها مظبوط جدا وحلو قوي بطريقة مش هتصدقوها. لازم تجربوها علشان تعرفوا انا بتكلم عن ايه، وفايتكوا كتير لو ما عملتوهاش بالطريقة دي قبل كده. لو وصلت بقى معايا لحد هنا يا حبيبة قلبي، ما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك وكومنت حلو من ايديك الحلو. ولو في عندك اي سؤال عن الوصفة اكتبوهولي في كومنت وانا هرد عليك. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. حطيت كده رشات خفيفة من جوز الهند زي ما انت شفتوا معايا، وكمان رصيت كده وحدات من الزبيب بالشكل اللي انت شايفينه ده، بيدي شكل كويس جدا. وطبعا تزيين بسيط للطبق كده من الوش بيفرح الأولاد وبيدي طعم كويس في الآخر. وطبعا ما فيش أي افتكاسات، هو ده الشكل المعتاد اللي اتربينا عليه واللي متعودين عليه دايما. تمام كده كده خلصنا الأطباق بالشكل اللي انت شايفينه ده. هسيبها على الرخامة لحد ما تبرد تماما. شايفين الطبق متماسك وحلو ازاي؟ بعد ما برد دخلته التلاجة، سبت حوالي ساعتين وطلع بالجمال اللي انت شايفينه ده. بجد لازم تجربوه بالطريقة دي. في الوقت ده كنت بقول لكم ان هو فعلا متماسك وقوامه حلو جدا زي ما انت شايفين. تعالوا بقى نشوفه كده من جوه. بجد تحفة، مش قادرة اوصف لكم قد ايه هو كريمي وناعم وبيدوب كده في البوق. حلو جدا بطريقة مش هتصدقوها. طبعا بوريكم قد ايه قوامه ناعم وجميل زي ما انتم شايفين كده. يا ريت الفيديو يكون موضح، وبجد كنت بتمنى تكونوا معايا وتدوقوا المهلبية القمر دي. ولحد هنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا. بتمنى من كل قلبي انه يكون عجبكم ونال رضاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو انت اول مرة تشوفيني يا حبيبة قلبي، خدي جولة سريعة كده في القناة، ولو عجبتك طبعا يشرفني ويسعدني وجودك معايا. واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.